السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في يوم من الأيام امتحنت امتحان وجيت تسلم الورقة ولقيت الأستاذ ما بيعلمش غير باللون الأحمر؟ طب ليه كل المدرسين بيصححوا بالأحمر؟ ليه مش الأزرق ولا الأخضر؟ هل ده مجرد صدفة ولا وراه سر خطير؟ خليني أقولك إن الموضوع مش مجرد اختيار عشوائي، لأ ده فيه أبعاد نفسية وتعليمية. القلم الأحمر بقاله سنين كتير رمز للتصحيح والأخطاء، لكن ليه تحديدا الأحمر؟ من الناحية النفسية الأحمر لون بيلفت الانتباه بشدة وبيحفز المخ، وده بيخلي الطالب ياخد باله من أخطائه بسرعة. الدراسات بتقول إن الأحمر بيرتبط بالخطر والتنبيه، وده بيساعد في توصيل فكرة إن هنا في مشكلة. الأحمر أما بتلاقي خطر تعرف إن هنا في مشكلة لازم تصلحها. كمان في المدرسة المدرسين محتاجين لون باين بوضوح وسط الكتابة العادية، والأحمر هو أكتر لون بيميز التصحيحات. في بعض الدول دلوقتي بيحاولوا يغيروا اللون من الأحمر للأخضر أو الأزرق علشان يكون أقل حدة على الطالب، لأن اللون الأحمر زي ما قلتلك بيقول لي هنا في مشكلة. هل ده فعلا لون مؤثر على الطالب ولا مجرد تغيير؟ بعد كل اللي قلناه، تفتكر فعلا لازم نفضل نستخدم القلم الأحمر ولا في ألوان تانية ممكن تكون أحسن؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب علشان تجيلكم فيديوهات أكتر. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.